بيبدأ فيلمنا بدان وهو قاعد مع عيلته وبيتفرجوا على ماتش كورة، وبيكون في عنده شوية مشاكل في الشغل ومزاجه مش أحسن حاجة، وبتفضل بنته ترفع معنوياته وبيبقى باين عليه إنه متأثر، بس بيحاولوا إن يعدي اليوم. وهما بيتفرجوا على الماتش بيسخنوا مع صاحبنا اللي بيكون طالع انفراد، وقبل ما يوصل للمرمى بتحصل حاجة غريبة وبتتفتح بوابة زمنية في الملعب، وبيكون لها تأثير قوي وقت فتحها، وبيخرج منها مجموعة من الجنود وبتتضح إنهم جايين من المستقبل، وبينزلوا الملعب وبينتشر الخوف والذعر وسط الجماهير. وبيكون دان وعيلته شايفين كل حاجة بتحصل من شاشة التلفزيون، وبيكونوا لسه مش فاهمين أي حاجة. وبعد ما الجنود بتثبت في الملعب بتظهر القائدة بتاعتهم وبتقف تتكلم مع الجمهور، وبتعرفهم انهم جايين من المستقبل وبيكونوا سابقينهم ب30 سنة، وبتقول انهم دخلوا حرب كبيرة ولكن العدو مش بشري، وعلى توقيتهم في المستقبل قدامهم 11 شهر ويتمحي الجنس البشري، وانهم محتاجين متطوعين منهم علشان ينقذوا كوكب الارض من الكائنات دي. وبيكون دان قاعد مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، وعلى طول بيبدأ العالم كله يتكلم عن اللي حصل في ارض الملعب، وبتتكلم الأخبار عن منشآت كتير اتبنت للسفر عبر الزمن عشان تنقل القوات العسكرية للمستقبل، وفعلا بتنقل آلاف منهم للمستقبل، لكن للأسف الضحايا بتكون كتير، والقوات العسكرية حوالين العالم بتفضل تتاكل وعددهم بتنقص لحد لما بيطلع قرار إجباري بتجنيد المدنيين. وبنعرف ان في المستقبل بيقل عدد سكان العالم وبيكونوا اقل من نص مليون نسمه، وبيقوم دان من النوم على صوت بنته اللي بتكون عماله تعيط وخايفه على ابوها من التجنيد، وبيروح لها وبيحاول انه يطمنها، وبيرجع تاني يوم على شغل وهو التدريس. وبيكونوا الطلبه في حاله احباط شديد بسبب الكارثه اللي بتحصل في العالم، ودان بيبقى مقدر الحاله اللي هم فيها، وبيقول لهم طب فكوكم من الدراسه، وبيعرفوا من اي حد عنده سؤال في اي حاجه يساله وهو اكيد هيجاوب. وبيرفع واحد منهم ايده وبيفضل دان متجاهله علشان عارف انه مهووس بالبراكين وهيوجع دماغه. وبيكون باقي الطلاب حالتهم سيئة لأنهم فقدوا كتير من أهلهم اللي اتجندوا وماتوا في رحلتهم للمستقبل، لكن وهو بيتكلم معاهم بتجيله رسالة وبتكون عبارة عن استدعائه للتجنيد، وعلى طول بيروح وبيفضلوا يتأكدوا من بياناته. وواحد منهم بيطلب منه يخلع قميصه وبيربطه في الكرسي، وبيعرفون لو مات في رحلته للمستقبل فهم هيدفعوا $1,000,000 تعويض للورثة، وبيدخلوا ايده في جهاز غريب وبيظهر لهم تاريخ دان كله لغاية شهادة وفاته في المستقبل، وبيشغلوا الجهاز اللي ايده جواه، وعلى طول بيحس بألم مش طبيعي، وبيركبوا في ايده الاسواره اللي هتخليه يقدر يسافر عبر الزمن، وبيعرفونه مش هيقدر يخلعها الا بعد ما وقت تجنيده يخلص، وان الاسواره فيها جهاز تعقب، وانه لو فكر يهرب او يفكها فهيكون عقابه السجن او هياخدوا مراته مكانه، وان قدامه 24 ساعه يجهز فيها نفسه وبعدها يروح لمركز التدريب. وبيروح دان لمراته في مكان شغلها وبيوريها الاسواره بتاعت التجنيد، ومن خوفها عليه بتعرفوا ان نسبه اللي بيرجعوا من الحرب دي احياء 30% بس، غير انهم بيكونوا مصابين اصابات خطيره، وبتعرض عليه انهم يهربوا كلهم لكنه طبعا بيرفض، فبتقول له يروح لابوه علشان يساعده. وفعلا بياخد دان عربيته وبيروح لابوه اللي بيكون اسمه جيمس، وانه كان طيار سابق في الجيش وعنده خبره كبيره في الحرب. واول ما بينده دان عليه بيلاقيه في ظهره وموجه سلاحه عليه، ولما بيقرب بيقول له لا مؤاخذه ما كنتش اعرف ان هو انت، وبيشوف الاسوره في ايده وبيحاول انه يساعده ويفك الاسوره منه. وبسبب ان جيمس دماغه في حته تانية بيرمي شويه ميه على دان عشان يعرف هو معاه اجهزه تصنت ولا لا، وبيكون مقلق لا تكون الحكومه عامله له فخ عن طريق ابنه. وطبعا بيفضل دان يتريق عليه وبيسخن الكلام بينهم، وبيفضلوا يعاتبوا في بعض وعن سبب انقطاع علاقتهم. وبيتأثر دان جدا لما بيفكر ابوه بكل اللي عمله فيه هو وامه لما سابهم وهو صغير ومشي، وما بيخليش ابوه يساعده في فك الاسواره وبيسيبه وبيمشي. وبيروح لمراته اللي بتكون عماله تجهز كل حاجه علشان يهربوا من تجنيد دان، وبتحاول تقنعه بانه يصبر واكيد هيلاقوا حل، لكن الموضوع بيكون محسوم خلاص بالنسبه له. وبيخرج لبنته وبيقول انه هيروح رحله لمده اسبوع، وما بيعرفش يحور عليه لانها بتعرف انه جاله استدعاء للتجنيد، وبتحزن جدا عليه، لكنه بيطمنها بانه هيرجع لها في خلال اسبوع. وفعلا بيروح مكان التجنيد، وبنعرف ان دان له خبره كبيره في الحرب وقت تجنيده في الجيش قبل 13 سنه، وبيستعدوا بيجهزوا اسلحتهم. وبتقف القائده هارت تتكلم قدامهم وبتعرفهم بتفاصيل مهمتهم، وبتقول لهم بعد انتهاء وقت المهمه بتاعتهم الجهاز اللي في ايديهم هيرجع اللي فضلوا احياء منهم عن طريق مستشعرات النبض اللي فيه، وبكده هتكون مهمتهم اكتملت. وبتقول لهم يبصوا في اساورهم اللي هتختار لهم مجموعه من المواقع اللي هينزلوا فيها، وبيقول شارلي لدان انهم مع بعض. وبعد شويه بيقف شارلي معاه وبيتكلموا عن دوريان، وبيعرفوا انه من الناس القليله اللي نجت من الرحله دي، وان دي المره الثالثه اللي بيشارك فيها في التجنيد. وبيقولوا ان المخلب اللي متعلق في سلسلته ده بيخص كائن اتقتل على ايده، واللي بالمناسبه ده كان اول كائن يتقتل من المخلوقات دي. وبيتجمعوا بالقائده هارت واللي بتعرفهم بالمهمه اللي هينجزوها، وان الفرقه بتاعتهم دي هتكون المتخصصه في البحث، وانهم هيروحوا للمجموعه اللي سبقتهم في سنه 2051، وانهم بعد ما هيتموا مهمتهم هيرجعوا بعد اسبوع. وبعد شويه بيضرب الانذار عليهم، وبيكون المجندين لسه ما استعدوش للحرب دي. وبتقول لهم هارت انهم هيعرفوهم بالمهمه بتاعتهم لما يروحوا للمستقبل، وبتبدا البوابه الزمنيه انها تتفتح من فوقهم، وبتقول لهم واحده من القاده يستعدوا للهبوط.
لكن شارلي بيستغرب لما دان بيظبط له سلاحه وهو بمنتهى البرود، وبيعرفوا انه كان جندي سابق، وفعلا بتبتدي البوابه تسحبهم ناحيتها. وقبل ما دان يدخل فيها بيجي انذار لمركز القياده بان حصل ثغره في احداثيات النقل، وبيبقوا على وشك انهم يلغوا المهمه، لكن دان بيكون فعلا اتسحب هو واللي معاه لحد ما بيوصل للمستقبل. لكن بسبب الخلل اللي حصل في الاحداثيات النقل بيلاقوا نفسهم نزلوا من ارتفاع عالي جدا، واغلبيتهم طبعا بيموتوا في بدايه العمليه. لكن من حظ دان الحلو انه بينزل هو وكام واحد في حمام سباحه فوق المبنى ده، وبيلاقي تشارلي عايش وقدر انه ينزل معاهم في حمام السباحه، وبيروح دان ينقذه على طول من الغرق. وبسبب الكارثه اللي حصلت محدش بيكون قدر يعيش من الدفعه دي كامله الا اللي نزلوا في حمام السباحه. وبيخرج دان وبيشوف العالم وهو متدمر من الكائنات البيضاء، وفي نفس الوقت بتتواصل معاهم القائده ماري اللي بتكون في انتظارهم، وبيردوا عليها دان وبيعرفها باللي حصل لهم، فبتقول انها هتغير الخطه، وبدل ما تبعتهم يواجهوا الكائنات دي هتقصفهم هي، وانها عايزه تبيد المخلوقات دي مهما كان الثمن. وبتكلف دان بمهمه انقاذ فريقها اللي اتحصر من الكائنات دي في مختبر جنبهم، وبياخد اللي لسه سليم منهم وبينزلوا من المبنى، وبيتحركوا كلهم اتجاه المختبر، وبيشوفوا عدد كبير من الجنود وهم ميتين في الشوارع، وبيسمعوا صوت جاي من وراهم وبيكونوا ميتين من الرعب لحد ما بيوصلوا للمختبر، وبيكون باين على شكله المدعكه اللي حصلت فيه، وبيفضلوا يقربوا بحذر لحد ما واحد منهم بينادي على دان، ولما بيروح بيشوف المنظر ده، وبيقول دان للقائده ماري انه وصل لفريقها خلاص، لكن مفيش ولا واحد منهم لسه عايش. فبتعرفوا ان في عينات حيويه موجوده في المختبر، وبتوصف له مكانها بالتحديد، وبتحذره وبتقول له لو الكائنات دي سابت جثث في اي مكان وراها فبترجع تاني تزور نفس المكان ده، وانهم لازم يتحركوا بسرعه قبل ما الكائنات تجيلهم. وعلى طول بيبدا دان في التنفيذ، وبيوصل للغرفه المطلوبه، وبتقول له ماري يجيب كل المواد البيولوجيه اللي في المختبر والانابيب الزرقاء من المختبر التاني، وعلى طول بيسيب فريقه وبيسبقهم على المختبر التاني، وبوصل لمكان الانابيب وبياخدهم كلهم. وعلى طول بتدي ماري امر بخروج فريق دان من المختبر، وبتكون الكائنات على وصول، وبتبدا الطيارات الحربيه انها تتحرك من مكانها، وبتعرفهم ماري ان قدامهم 6 دقايق قبل ما المكان ينفجر بيهم، وبيكون داني ماشي على وصفها هو وفريقه لحد ما بيوصلوا للسلالم، وبيفضلوا ينزلوا من غير ما يعملوا نفس. لكن دان بيحس بحاجه غريبه وبياخد حذره اكتر، وبيشاور لهم يكملوا نزولهم، وهو بينزل وراهم، لكنه اول ما بيبص فوق بيلاقي كائن بيتحرك، وعلى طول بينادي عليهم، وبيبصوا كلهم وبيشوفوا الكائن المرعب ده، واول واحد منهم بيفتح بقه بيسيبوا الكائن في صدره وبيموته، وعلى طول بيفتحوا النار عليه. لكن ده بيجي بنتيجه عكسيه خالص عليهم، لان صوت ضرب النار بيستدرج اعداد كبيره منهم، وبيجي واحد عليهم بسرعه كبيره والباقيين بيجوا وراه، وبتفضل الكائنات دي تصطاد فيهم، وجلودهم بتبقى قويه جدا لدرجه ان الرصاص ما بيخترقش الدروع بتاعتهم. ولما واحد من الكائنات دي بيحاصر دان بيفتح عليه النار، وعلى طول بيسيبه وبيظهر غيره. ولما تشارلي بيكون في مواجهه كائن منهم بيلاقيه بيصد كل طلقاته لحد ما بيسيبوا السلالم وبيدخلوا ممر جوه المبنى. واول ما صاحبنا بيقفل الباب بيدخل عليه واحد من الكائنات دي وبيعمل معاه الصح، ولما بيحاول دان انه يغطيه بالنار علشان ينقذه ما بيلحقش، وبيفضل يضرب نار على الكائن اللي قدامه لحد لما خزنته بتفضى، فبياخد بلطه من مكانها وبيروح عليه، وبينجح انه يصيب الكائن في رقبته، وبيفضل الكائن يمسح بيه جدران المبنى لحد ما بيتدخل دوريان وبيضرب الكائن في رقبته بالنار وبيقضي عليه خالص، وبيفكرهم بانهم يسيبوا الكائنات دي في البطن والرقبه، وبيكملوا في طريقهم. لكن كائن منهم بيعمل صوت عالي وكأنه بينادي على بقيه الكائنات، واللي فعلا بيجوله، وبيجروا باعداد مهوله ناحيه المبنى اللي فيه دان ورجالته. وفي نفس الوقت بتوصل المدرعات والطيارات الحربيه بتكون في طريقها، وبيفضل دان ورجالته يجروا في الشوارع والكائنات وراهم على طول. وماري بتنبههم انهم لازم يخرجوا بره المنطقه اللي متحدده بالدخان الاحمر باقصى سرعه، وفعلا بيقدروا انهم يخرجوا منها على خير. ولما بيشوفوا المدرعات اللي هتنقذهم بيفرحوا جدا، لكن من حظهم اللي مفيش زيه بتهجم الكائنات على المدرعات دي وبتطلع الجنود اللي فيها وبتفترسهم قدام دان ورجالته اللي على طول بتدولهم امر بضرب النار. لكن الكائنات دي غير انها قويه بتكون ذكيه جدا، وبيوزعوا نفسهم على دان ومجموعته، وكل حاجه بتوحي بهلاكهم. وبينجح دان انه يقتل كائن منهم لما بيسيبه في بطنه ورقبته. وفي نفس الوقت بتبدا الطيارات الحربيه بضرب قذائفها على المدينه، واللي بتساعدهم اكتر انهم يعرفوا يهربوا من المكان اللي هم متحاصرين فيه. لكن بتظهر كائنات باعداد مهوله وهم متجهين ناحيتهم، لكن في واحد منهم بيقع في النفق، وعلى طول بينزل دان وراه علشان ينقذه، وبينزلوا الباقيين كلهم ورا دان، وبتكون فرصه نجاتهم معدومه. وبتقول لهم ماري انهم في نطاق قذيفه هتتضرب عليهم حالا، ولازم يخرجوا من المكان ده باقصى سرعه. وما بيقدرش دان انه يساعد المصابين اللي بيضحوا بنفسهم علشان الباقيين يعيشوا، وفعلا بتضرب على المكان اللي كانوا فيه قذيفه بتدمره كله.
وبيفوق دان في خيمة هو وكل اللي لسه عايشين، وبيطمن على تشارلي صاحبه، وبيخرجوا بره الخيمة وبيلاقوا نفسهم في معسكر كبير جدا. وبيروح دان لدوريان اللي بيفضل يعاتبه على غبائه، وبيعرف دان ان سبب تطوعه 3 مرات للتجنيد هو انه هيموت في خلال 6 شهور من السرطان، وانه عايز يموت على الاقل موت مشرف بالطريقة اللي هو عايزها. لكن بيقطعهم 2 من الجنود اللي بيندهوا على دان وبيقولوا له القائد ماري طالبة تشوفه، وبيعرفوا دوريان وتشارلي انهم هيكلفوهم بمهمة تانية. وبيروح دان للقائد وبيسلم عليها وبتشكره على نجاحه في انه يجيب الانابيب ومحاولته لانقاذ فريقها، وبيعرف ان اسمها ماري فروستر وده لقبه هو. ولما بيركز اكتر في ملامحها بيعرف انها ماري بنته، لكن بعد 30 سنة. وانت يا صديقي لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي فما تنساش انك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيبقى متأثر وفي نفس الوقت فخور بيها جدا، وفضلوا يتمشوا سوا وبيحاول دان يعرف منها كل حاجة عملتها في خلال ال30 سنة دول، وبيفضلوا يتكلموا. لكن في الاخر بتقوله انها ما جابتوش هنا علشان تقضي شوية وقت مع ابوها، وانه جاي لهدف معين هيعرفه في الوقت المناسب. وبعدها بتوريه الملكة بتاعت الكائنات دي وبتقوله انها بتعشش تحت الارض وبتتجمع الذكور كلها حواليها علشان يحموها، وبتقوله ان السم بيقتل ذكور الكائنات دي بسهولة. لكن لما بعتوا فريق يسمم الملكة في عشها لقوا انه ما بيأثرش عليها، وان هدفها حاليا انها تلاقي السم اللي يقضي عليهم كلهم. وبعدها بيستعد دان مع فريقها وبيبداوا يتحركوا تبع خطتها. وبيقول واحد من الجنود لماري انهم ضربوا كل المخدر اللي معاهم في الملكة، وان في فريق كامل محاصرها لكنها بتقاوم المخدر، وانهم محتاجين مساعدة علشان يدخلوها القفص. وبينزلوا في الكهف اللي هي فيه وبيحاولوا يسحبوها بره لكنهم ما بيقدروش، لحد ما بتخرج عليهم فجأة وبتبدأ تخلص عليهم واحد واحد. وعلى طول بتستعد ماري للنزول الكهف، وبتقول لدان انه يفضل في الطيارة، وفعلا بتنزل وبتشوف الملكة وهي عمالة تلعب بيهم لعب، وبتقولهم يحاولوا يسيطروا على ديلها. ولما بتدخل العش بتاعها تاني بتؤمر فريق النار انهم يتدخلوا، وعلى طول النار بتجبرها انها ترجع للكهف مرة تانية، ومع انها بتكون مربوطة لانهم مش عارفين يسيطروا عليها، وبتكون نازلة فيهم تقطيع لحد ما ماري بتصيب ديلها وبينجحوا انهم يربطوها منه. لكن الملكة بتهجم عليها وبتطيرها من قدامها، وبتفضل تعمل صوت عالي واكيد بتجذب كل الوحوش ليها. ولما بيشوف دان الاعداد الرهيبة دي وهي متجهة على الكهف بينزل على طول من الطيارة علشان يساعد بنته ويقتل كائن منهم قبل ما يهجم عليه. وفعلا بينزل الكهف وبيلاقي الملكة وهي بتحاول انها تخلص على بنته، وعلى طول بيجري عليها وبيحاولوا نبعد ديلها قبل ما تقذف الحاجات دي وتقتل بنته. لكنه بيلفت انتباهها وبتوجه ديلها ناحيته، وقبل ما تصيبه بيه بيوجهه على جسمها وبينجح في انه يخليها تصيب نفسها، وبيعرفوا يسيطروا عليها نوعا ما، وبيفضلوا يشدوها لحد ما بينجحوا انهم يدخلوها جوه القفص وبيقفلوا عليها وبيسحبوها بره العش بتاعها. وعلى طول بتبدا الكائنات في الهجوم على الطياره، لكن الطيار بيعرف يتفاداهم وبتظهر اعداد مهوله قدام ماري ودان، وعلى طول بيجروا منهم. وبتكون الوحوش دي نجحت في انها توقع طياره هليكوبتر، وبيعرف دان وبنته انهم يتفادوها وبيكملوا في طريقهم وبيقدروا انهم يوصلوا للمدرعه. وبتقف ماري على السلاح الآلي وتبدا تفرتك فيهم كلهم، وبيحاول دان انه يتحرك ويهرب من المكان بسرعه، وبيبقى وراهم عدد كبير جدا من الوحوش دي، وماري لسه شغاله تقطيع فيهم لحد ما بينجحوا يقدروا يبعدوا عن المكان. وبتضرب ماري اشاره ضوئيه في السماء، وفضلوا يتكلموا شويه وهم مستنيين طياره تيجي على الاشاره بتاعتهم. وبتقول له ماري انها كان نفسها تبقى زيه وانها امنت بيه في وقت ما كانش حد طايقه اصلا، فما بيفهمش دان حاجه. وبيجمع انها بتتكلم عليه في فتره هو لسه ما عاشهاش في المستقبل، وبيقول لها تقول له ايه اللي هو عمله في فتره هي عاشتها وهو لسه. فبتقول له ان هو هجرهم، فبقول لها مستحيل اكون عملت كده. فبترد وبتقول له ان بعد ما هجرهم امها دخلت في حاله احباط رهيبه. وبيفضل دان ينكر انه ممكن يعمل حاجه زي دي، لكن بتبدا ماري تتاثر في الكلام وبتقول له وانا كمان ما كنتش متخيله انك ممكن تعمل كده في يوم من الايام. وبتعرفه انه انفصل عن امها وهي كان عندها 12 سنه، وانه وعدها ان كل حاجه هتبقى بخير. ولما وصلت لسن 16 جات لهم مكالمه من المستشفى وانه عمل حادثه بالعربيه، وانها كانت معاه في العنايه المركزه وسمعت اخر نبضاته وقتها، وشافتهم هما بيحاولوا ينعشوه مره ورا التانيه لحد ما مات، وانها ما قدرتش تتخطى موته، وكان نفسها انه يصلح كل حاجه ويرجعوا تاني مع بعض، مش يمشي ويسيبهم وما تشوفوش تاني. وبتفضل تبكي، وبيكون دان واقف متأثر من اللي بنته بتقوله لحد ما بتوصلهم الطيار، وبيدخلوا جوه منشأة هم عاملينها في وسط البحر وحواليها أسوار ضخمة عشان تمنع وصول الكائنات دي ليهم، وبيأيدوا حركة الملك اللي بيدخل دان عليها. وبيلاقي بنته جوه بتعمل التجارب بتاعتها، وبتعرف أبوها إنها طلعت بتتأثر بالسموم عادي، لكنها بتختلف عن الذكور لأن جسمها كفاءته عالية في التخلص من السموم على عكس الذكور. وشغلتهم دلوقتي إنهم يكتشفوا الإنزيم اللي بتفرزه ويبطل مفعول السم في جسمها، ويصنعوا ماده مضاده للانزيم ده، ووقتها يقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبيقعدوا يشتغلوا على حوار الانزيم ده كتير جدا، وبيكونوا قربوا سيكا من اكتشافه. وبيقولها طيب لو عرفنا نكتشفه هننشره في الكائنات دي ازاي؟ فبتقوله لما نكتشفه هبقى اقول لك. وبتعرف ماري ان ميعاد رجوع ابوها لزمنه كمان 24 ساعه، وبتحاول انها تمسك نفسها وتتظاهر بالبرود.
وبيعرفها انه فخور بيها جدا وبيسيبها تكمل شغلها. وبعد شويه بيروح يطمن عليها وبيلاقيها لسه ثابته عند نقطه معينه في التجارب ومش عارفه تعديها، فبيطلب منها انها تسمح له بانه يساعدها وانه متاكد انها جابته لسبب واضح. فبتقول له لو عرفنا نوصل للسم هتحتاج منه انه ياخده معاه في زمن، لانهم مستحيل يقدروا يعملوا بيه حاجه في الزمن ده، وان الوقت مش هيساعدهم، وان كمان مش هيقدروا ينشروا السم ده في كل انحاء العالم، وبيكون ده هدفها من وجوده اصلا. وبتعرفوا ان في زمنه لسه عندهم الوقت والموارد ويقدروا ينتجوا كميات كبيره منه، وبكده دان بنفسه اللي هيقدر يوقف الحرب دي قبل ما تبتدي. وبيبقى الموقف صعب انه يتقبله لانه مجبر يسيب بنته تموت في الزمن ده. وفي وسط كلامهم بتظهر نتائج اخر تجربه هي عملتها وبتكون وصلت فعلا للسم، لكن الملكه بتفوق من المخدر وبتعمل صوت عالي جدا علشان تجيب كل الكائنات ليها، وفعلا بتبدا الكائنات تتجمع على الصوت بتاعها وبيهجموا على المنشاه بوحشيه، وبيكون عددهم زي الرز، وكل المقاومات اللي بتحصل ضد هجومهم بتبقى بلح. وبيبقى ما عادش باقي لدان غير 8 دقايق ويرجع للزمن بتاعه تاني، وبتنبهه ماري بانه لازم يحافظ على حياته في الكام دقيقه دول عشان يرجع بعينه السم لزمنه. وبتاخده وبيخرجوا بره، وبتكون المنشاه خلاص تحت سيطره الكائنات، وبتبقى ماري عايزه توصل ابوها للسطح ويحاولوا يحافظوا على الجهاز اللي هينقله بالزمن على قد ما يقدروا، لان بيكون رجوع دان لزمنه ومعاه السم اخر امل ليهم في انقاذ العالم. وبتدخل الكائنات جوه المنشاه وبيوصل للملكه وعلى طول بيفكوا قيودها، وبيكون ما عادش غير 6 دقايق على دان ويرجع تلقائي الزمن. وهم في رحلتهم للسطح بيلاقوا الكائنات سيطرت عليه، وبتفضل الملكه تحوم حواليهم، وماري بتحاول تعدي الكام دقيقه دول على خير لحد ما حرفيا بيتحاصروا من كل ناحيه وكأنهم عارفين ان في بشر هنا. وبيدي دان اشاره لبنته بالهجوم، وعلى طول بيحموا ظهر بعض وبيضربوا على الكائنات اللي قدامهم، وبتصيب ماري انابيب الغاز اللي بتفتح نار على الكائنات اللي قدامها. لكن برضه هما ما يجوش حاجه في عددهم ولا قوتهم لحد ما بيقربوا من الطياره اللي بتكون في انتظارهم. لكن الملكه بتصيب ماري وبتوقعها من مكانها، وعلى طول بينزل دان وراها وبتتحرك اطاره اللي كانت هتنقذهم من مكانها بعد ما الكائنات وصلت لها. وبيحاول دان انه ينقذ بنته وبيروح لمكان مهبط طياره تاني بعيد عن الكائنات، وما عادش لسه غير 3 دقايق بس، وبتبدا المنشاه تتدمر تدريجيا وبتقع الطياره اللي كانت املهم الاخير. وماري بتكون خلاص ما عادتش قادره تتحرك، وبيشوف دان الجرح اللي في جنبها وبتفضل تعتذر لابوها على الكلام اللي كانت قالته له بغضب، وانها فرحانه جدا وهو معاها دلوقتي. وبيتاثر دان جدا وبيبقى عايز ينقذها من اللي هي فيه، لكن ما عادش قدامه غير دقيقه، وبيفضل قاعد مع بنته اللي بتديله عينه السم، وبيكون فعلا في موقف صعب. وبتقول ماري لازم تنهي كل ده قبل ما يبدا في زمنك، وبتعرفوا انها بتحبه. لكن الملكه بتوصل لهم وبتسحب ماري معاها، وبيحاول دان انه يمسكها ويلحقها قبل ما تقع، لكنها بتبتسم له الابتسامه الاخيره وبتسيب ايده وبتقع، وعلى طول بيطير دان وراها من غير تفكير. وبيبقى في انتظارهم جيش من الوحوش اللي بتصارعوا علشان يوصلوا له، لكن وقت دان بيخلص وبيرجع تاني لزمنه هو واللي لسه عايشين، وبيكون في حاله صدمه مش طبيعيه لحد ما بيفوق وبيعرف القائد بالسم اللي معاه، وبيقول لها لازم ننتج كميه كبيره منه ونبعتها للمستقبل. فبتقول له ان البوابه اتدمرت وما عادوش يقدروا انهم يبعتوا حاجه. وبتكون مراته واقفه في الاستقبال وبتفرح جدا لما بتلاقيه حي، لكنها بتشوف صدمته. وبيرجع دان على البيت وبيلاقي ماري بترحب بيه، وبيكون دان لسه في نفس الصدمه بتاعته وبيحضن بنته جامد، وبيبقى مش مصدق انها في حضنه. وبيجي الليل ولما بتقلق مراته بتقوم من نومها ومش بتلاقيه جنبها، وبتدور عليه لحد ما بتلاقيه قاعد جنب ماري وهي نايمه، وبيقعد مع مراته وبيحكي لها بكل حاجه حصلت معاه وبمستقبل ماري اللي كانت هي اللي استدعته اصلا، وبيعرفها انهم اشتغلوا سوا على صنع السم، وانها نجحت فعلا في اكتشافه، وانها كانت على وشك انها تنقذ العالم وما بيقدرش يكمل اللي حصل. وبقولها دلوقتي بقى في ايد العلاج لكن من غير اي طريقه لاستخدامه. فبتطمنه مراته وبتقوله لازم نعرف ميعاد ومكان هبوط الكائنات دي ونكون سابقينهم بخطوه. فبيعرفها ان اول هجوم حصل منهم كان في سنه 2048 في شمال روسيا، والمشكله ان الاقمار الصناعيه ما لاحظتش نزولهم على الارض، وان كل اللي وصلوا له ان الكائنات دي ظهرت فجاه. فمراته بتقول له مش معنى انهم هجموا في سنه 2048 تبقى دي السنه اللي هم ظهروا فيها، وممكن يكونوا كانوا على الارض قبل هجومهم بسنين. وبعدها بيروح دان يقابل دوريان وبيطلب مساعدته، وعلى طول بيوافق، وبيطلب دان منه المخلب اللي معاه. ولما بيروحوا يعملوا عليه اختبارات بيساعدهم تشارلي اللي بيكون ده شغله اصلا، وبيعرفوا ان في اثار على المخلب لا هي اثار دم ولا اي حاجه عضويه، وبيعرفوا انها اثار لرماد بركاني، وان البركان ده مش موجود في روسيا، لا ده في الصين. فبيستغرب دان ازاي رماد بركان صيني يوصل لشمال روسيا. فبيقول له تشارلي من باب الهزار انت تروح لواحد خبير في البراكين وتساله. وعلى طول بيروح دان للطالب اللي مهووس بالبراكين عنده وبيساله ازاي ممكن يكون مخلوق ما اتحركش غير في شمال روسيا يلاقوا اثار في مخالبه لرماد بركان صيني. فبيعرفوا البركان انفجر على حدود كوريا والصين في سنه 946 ميلادي، وكان بقوه 1000 قنبله نوويه، وانتشر الرماد بتاعه في نص العالم تقريبا، ولحد دلوقتي بيلاقوا اثار ليه لسه موجوده تحت الجليد.
وبيعرفهم على اكبر كتله جليديه موجوده في روسيا، وبيقول لهم ان العلماء بيحفروا بعمق هناك علشان يعملوا التجارب بتاعتهم، وانهم لقوا رماد بركاني على عمق 400 متر. لكن على طول بيجمع ده وبيقولوا انهم ما حفروش لتحت، دول حفروا لفوق، وعشان كده ملوش اي اثر لهبوطهم على سطح الارض، وان الكائنات دي كانت دايما تحت الجليد. وبيعرفوا من العبقري اللي معاهم ده ان من المتوقع ذوبان الجليد اللي في روسيا سنه 2048، وده كان فعلا وقت خروجهم، وبيكون دان خلاص جمع كل الخيوط وبيقرر يروح على روسيا. لكن الدولة ما بتساعدهمش وبترفض فكرتهم، فبيقرر دان يروح على ابوه في مكان شغله، وبيقول انه محتاج طيارة علشان يدخل دولة روسيا بطريقة غير شرعية ويوصل بفريق من الجنود للمكان اللي هو قصده. وعلى طول بيجهز جيمس الطيارة، ودان بيجهز فريق، وبتتحرك الطيارة بيهم لحد لما بيوصلوا لروسيا. وبيقول لهم تشارلي هدفنا نلاقي اماكن غريبة مليانة بالتشققات الجليدية، وبيبدأوا فعلا في عملية البحث لحد ما بيوصلوا لمكان فيه طاقة كهرومغناطيسية عالية لدرجة انها بتلعب في المؤشرات بتاعة الدراجات الجليدية اللي راكبانها. وبيفضلوا يمشوا شويه لحد ما بيلاقوا المكان ده وبيعرفوا ان هو المقصود، وعلى طول بيفجروه، وبيظهر فعلا شق كبير في الارض بعد الانفجار ده، وبيدخلوا في نفق جليدي وبيفضلوا يمشوا فيه لحد لما بيشوفوا قدامهم سفينه فضائيه عملاقه مدفونه تحت الجليد، وبيفتحوا السفينه بتاعتهم. وبيقف جيمس وتشارلي على باب السفينه وبيقول لهم يقتلوا اي كائن يخرج منها، وبيدخل هو والباقيين جوه السفينه وبيفضلوا يمشوا جواها لحد ما بيلاقوا الكائنات دي وهي في حاله ثبات جوه الكبسولات بتاعتها، وبيبداوا في تنفيذ خطتهم، وكل واحد بيمسك سلاحه المشحون بالسام، وبيبداوا انهم يحقنوا اول دفعه اللي بيفضلوا يصرخوا بصوت عالي لحد ما بيقعوا من مكانهم. لكن باقي الكائنات بتقوم من ثباتها على الصوت العالي اللي حصل، ولما بيروح دان يحقن الملكه قبل ما تخرج بتخبطه وترميه بعيد، وبتخرج باقي الكائنات، وبينبه دان ابوه باللي بيحصل وبيقول له يستعد، وعلى طول بتخرج لهم الكائنات وبيفضلوا يسيبوهم ويخلصوا عليهم، والباقي جوه السفينه بيتعامل. ولما بيلاقوا عددهم كبير بيفعل دوريان القنبله اللي زرعوها في السفينه عشان تفجرها كلها، وبتخرج الكائنات عن السيطره لحد ما بتنفجر السفينه كلها، ودوريان وهارت بيموتوا جواها، ودان يا دوب بيلحق ينفذ بعمره من الانفجار ده، وبيكون ابوه تشارلي مستنينه بره، وبيعرفوه انهم قتلوا كل اللي حاولوا يهربوا الا واحد منهم بس هو اللي قدر يهرب منهم، وبيعرفوا انه كان حجمه كبير وبطنه لونها احمر. فبيعرف دان انها الملك، وبياخد ابوه وبيمشوا على الاثار بتاعتها. وفعلا الملكه بتشوف جيمس وبتجري بسرعه في اتجاهه، لكنه بيكون فخ جيمس عامله وبيديها طلقه في الثانيه لحد ما بتحدد اتجاهه وبتجري عليه، وقبل ما توصل على طول بيهجم دان عليها وبيدخل بالدراجه بتاعته فيها، ويفضل هو وابوه يضربوا عليها نار لحد ما بتختفي عن نظرهم وسط التلج، وبيقرروا يبقوا في ظهر بعض واستعدوا لظهورها في اي وقت. وفعلا بتهجم عليهم فجأة وبيعملوا عليها نفس التشكيلة تاني، وبتنجح في انها تبعد مسدس دان وتصيبه في رجله، ولما بتهجم عليه بيحط المخلب اللي اتصاب بيه في بقها، واللي لما بتقفله بيطلع من عينيها، وبيديها جيمس كشاف على عينيها التانية وبتبعده عنها، وبتفضل تلوش بعد ما اتعمت لحد ما بيغرز دان السم اللي معاه في ايديها، وقبل ما يفرحوا بموتها مقدما بتقطع ايديها قبل ما ينتشر السم في جسمها كله، وبتفضل تلوش في كل مكان حواليها. فجيمس بيعور ايده علشان تروح له على ريحه الدم، وبيقول لابنه اسف على كل حاجه، وفعلا بتجري الملكه عليه بكل سرعتها، لكن دان بينط فوقها وبيذبحها بالمخلب اللي كان معاه، وبيفضل يطعن فيها وبيطلع اخر حقنه سم كانت معاه وبيغرزها في بقها، وعلى طول بيبدا وشها يدوب قدامه وبتقع من فوق المنحدر وبتموت، وبيرتاح جنب ابوه وتشارلي اللي لسه فاكر يجيلهم. وبعد كده بينتشر الموضوع حوالين العالم، وبيرجع دان لبيته وبيحضن بنته وبيعرف مراته بانه خلاص كل شيء انتهى، وكمان بيعرف ماري بجدها. وبس كده بيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك ما تنساش انك تدعمنا بلايك علشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.